ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ بصوا الكتكوتة دي ممكن تقعد يعني تروشنا كتير بس عادي. اعملي باي باي باي. عاملين ايه يا شباب؟ انا يمنى عبد الله. القناة دي ان شاء الله هنبقى نتكلم فيها عن ثانوية عامة. هنتكلم كلام عام، هنتكلم في اي حوار اي حاجة ما عدا ملخصات الروايات، مش حوار ثانوية عامة بس عشان انا مش واخدة حوار ثانوية عامة كمحتوى قوي، لكن عامة. ده فيديو جديد عن ثانوية عامة. بمناسبة إن خلاص احنا داخلين على شهر واحد، الترم الأول بيخلص، وصلنا لنص السنة ترم تاني، فحسيت إن ده كلام مهم قوي تسمعه في الفترة دي. الفيديو هيكون عن 3 حاجات، حاجتين يعني بيجوا في بال ناس كتير قوي، هما أحول أونلاين ولا لأ، علشان أنا مراكم كتير، وأعمل إيه في الأجازة اللي هتبقى آخر الشهر ده، شهر واحد. وبقى نقطة تالتة ما بتجيش في بال حد قوي، دي هنتكلم فيها بقى، إن هو هل أنت ماشي على سيستم بتاع ثانوية عامة الصح؟ النقطة التالتة بقى، دي بقى النقطة الرئيسية في الفيديو بتاعنا. يعني إيه سيستم ثانوية عامة؟ بصوا، أي مادة لازم 4 حاجات تكون بتعملها. ال4 حاجات إيه هما؟ الشرح، الواجب، المراجعات، الشوامل. حاجة من ال4 دول مش موجودة، انت مش هتحس بيها دلوقتي، مش هتحس بأي حاجة دلوقتي، هتحس الدنيا فلة. شهر 5 هتعرف بقى، هتعرف ده المادة دي أنا مكنتش بحل عليها شوامل كتير، المادة دي رخمة معايا عشان أنا مكنتش بحل واجب كتير، المادة دي كذا عشان كذا. المهم إن دول 4 حاجات أساسية لازم يبقوا بيتعملوا في كل المواد. حاجة منهم وقعت هتأثر عليك جامد. طبعا كده حوار الشرح ده كله بيبقى مهتم ان المدرس بتاعه بيشرح حلو بيفهم منه، ده طبعا حاجة أساسية، بس ممكن حد يأثر في بقية ال3 حاجات التانيين. صدقني مش الموضوع مش هين في أي مادة، أتفه مادة، صدقني أتفه مادة لو ما ظبطتش فيها الواجبات، لو ما ظبطتش فيها الامتحانات الشامل، هيبان تأثيرها ومش هتعدي كده عادي. فهنعتبر ان انت من ناحيتك عارف الكلام ده كويس، انت مش مقصر من ناحيتك. هنتكلم عن الجانب التاني بقى، المدرس اللي انت بتاخد معاه. والله المدرس بتاعي ال4 حاجات دول هو مسقط حاجة منهم، تمام، بس مدرس شرحه تحفة وانا مرتاح معاه، هل اسيبه؟ لا مش شرط، عادي. بص، مبدئيا عايزين نتفق على حاجة، انت شاب كبير كفاية وتقدر تعتمد على نفسك في بعض الحاجات، مش شرط يكون المدرس بتاعك بيعمل لك كل حاجة. ولو في مدرس انت مرتاح معاه ومسقط جزئية معينة، فعادي ان انت يعني انت اللي تعمل الجزئية دي بنفسك. دي اول حاجة. تاني حاجة، في ثانوية خليك مرن، يعني انت مع مدرس فلاني بيعمل كل حاجة بس مثلا ما بيعملش امتحانات شاملة، روح امتحن امتحانات شاملة في حتة تانية عادي. المدرس بتاعك تحفة، شرحه تحفة، بيعمل امتحانات صعبة بس كتاب الواجب بتاعه وحش، هتشتري كتاب من مدرس تاني وتحل فيه عادي. أهم حاجة في ثانوية تبقى مرن، عادي، خليك مرن في ثانوية عامة وشوف اللي انت عايزه فين وروح وخده. احنا عرفنا شرح، واجب، مراجعات، شوامل. تعالى نمسك أول حاجة الشرح. طبعا دي كده معروفة، ما ينفعش تبقى مع مدرس مش بتفهم منه. الحمد لله مدرسين ثانوية عامة كلهم كويسين، في ناس كتيرة جدا اونلاين اوفلاين، فانت دور لحد ما توصل للشرح اللي انت مرتاح معاه، ما بتبقاش الازمة هنا. الازمة بقى في الحاجات اللي جاية. تاني حاجة بقى ايه؟ الواجب. والله انا المدرس بتاعي تحفة بس ما بيحلش الواجب على اليوتيوب للأسف، اعمل ايه بقى في النقطة اللي زي دي؟ بص، النقطة دي يعني أنا كان حصلت معايا بس ما تنفعش خالص، ولازم تبقى بتعرف إجابات الأسئلة بشرحها. حاجة من الاتنين، يا إلا هتجيب كتاب خارجي وتقعد تحله، يا إلا هتشتري كتاب من مستر تاني وتقعد تحل، تفتح الفيديوز بتاعته. لو انت ما بتفهمش منه شرح ومش عايز تاخد مع المدرس ده، روح بس اشتري الكتاب بتاعه او صوره من حد وشوف الفيديوز بتاعته وهو بيحل يعني الواجب، تمام.
وحاول تحضر مثلا حصة ولا حاجة عشان تخش على الجروب، عشان كل ما فيديو بينزل الناس بتخش تشوفه ومش عارفة ايه. مفيش أي مشكلة، انت مش بتأذي المدرس أو أي حاجة، انت كده كده شارك كتاب اهو، فعادي بتشوف الحل بتاعه من على اليوتيوب، مفيش مشكلة. تخش بس الجروب وتعرف الكلام على ايه، عشان بيبقى ساعات بيبقى فيه لينك برايفت مش عارفة ايه الكلام ده كله. تمام. فادي حل حوار الواجب، لإلا تجيب مثلا كتاب الامتحان، لإلا تجيب كتاب مدرس. ايه الافضل؟ بصراحة من رأيي كتاب المدرس، عشان كتاب المدرس بيبقى منقي الخلاصة، أصعب الأسئلة بيبقى كتابه الأسئلة بتاعته أكتر، متنوعة أكتر من كتب كتير. فاشتري كتاب من مستر أو حاجة، ده بالنسبة لي أحسن ما تشتري كتاب خارجي وتقعد تحل. لو المدرس بتاعك انت مرتاح معاه وكله تمام، بس هو ما بينزلش حل على اليوتيوب، شيء على فكرة ما يعيبوش خالص. مش كل المدرسين مواكبين حتة اليوتيوب والأونلاين والكلام ده. في مدرسين يعني عادي، احنا بنيجي نشرح عاملين ملزمة محترمة والباقي على الطالب خلاص. في مدرسين تبقى شايفة كده. مش كل المدرسين بيبقوا قادرين يعملوا كل شهر امتحان شامل، علشان مفيش بقى اونلاين والحصة دي نعوضها اونلاين والكلام ده. مش كل المدرسين بيقدروا ينزلوا فيديوز على اليوتيوب يحلوا واجب، شيء ما يعيبهمش. انت براحتك، انت اللي اختار، هتختار السيستم ده ولا هتعمل ايه. انت الموضوع متوقف عليك ان انت تركز وتهتم. وكده كده حتى لو كنت بتاخد مع المدرس اللي بيحل على اليوتيوب او ما بتاخدش معاه، فالموضوع متوقف عليك. انا عارفه ان في مدرسين بيفتشوا بيوقفوا الاسيستنت يفتش، بس احنا عارفين ان ده مش بيحصل كل حصه، العدد بيبقى كبير فما يقدروش يعملوا كده كل حصه ويفتشوا كل حد بالظبط. واللي بيقول معلش ما عملتوش نسيت هعمل المره الجايه، الدنيا بتعدي وما بيحصلش حاجه. فالموضوع في الاول وفي الاخر كده كده متوقف عليك. انا جايه اديلك حل لو انت مع مدرس حلو جدا بس مش مهتم بالجزئيه دي. لا، انت لازم تهتم بالجزئيه دي. ما ينفعش تكون بتحل من غير ما تبقى عارف الاجابات، وما ينفعش تعرف دي صح دي غلط من غير شرح. موضوع الواجب كده بقى زي الفل. فاحنا اتكلمنا على الشرح، كده كده الشرح مفيهوش كلام كتير، موضوع الشرح مفيهوش اي مشكله. تاني حاجه اتكلمنا عنها الواجب. تالت حاجه بقى وهي او يعني التالتة والرابعة مع بعض فكرة الشوامل والمراجعات. وصية يا جماعة، اوعى تهمل حوار الشوامل. الشوامل كنز. مادة واحدة بس أو بصراحة مادتين اللي ما كنتش بحل عليهم شوامل كتير من أول السنة، وحسيت بالفرق في شهر 5، وحسيت إن هما كانوا تعبني في شهر 5 عشان ما كنتش بحل عليهم شوامل كتير. في مدرسين بيعملوا شوامل قليلة جدا خلال السنة كلها، ممكن يعمل 3 وممكن يعمل 2، يقولك ترم أول وترم تاني. تعمل ايه؟ هتشوف مدرسين تانيين بيمتحنوا شوامل امتحاناتهم معروفة إن هي صعبة، وهتخش الجروب بتاعهم، هتسأل صحابك، هتنزل كل شهر. المدرس بتاعك ما بيحلش شوامل كتير، انت اهتم وانزل الشوامل اللي باقية. عادي في فرصة. انا كان الفلسفة ما كنتش حليت عليها شوامل كتير لحد شهر 1، كنت يعني حليت امتحان واحد بس، ونزلت امتحانين شوامل في حتة تانية مع مدرس تاني عادي جدا والدنيا سلكت. بس حسيت ان ما ينفعش في اخر السنة الاقيني نزلت قليل، فالشوامل ركز عليها قوي. طب والمراجعات، كده كده انت هتنزل شوامل غصب عنك هتراجع، مش هتروح شامل كده. يعني اوعى يكون في حد بينزل شوامل اللي هو كده كده، لا يعني استحالة. تمام، انت الشامل ده تستغل الفرصة بتاعت الشامل ده، تعمل معاه معاملة كويسة جدا. انت ايه الشامل على ايه؟ على كذا، اقعد ذاكر كذا ده من اول جديد، اقعد راجعه، اقعد ظبطه. الشامل ده بيبقى احلى حاجة فيه ان هو بيخليك تظبط اللي بايظ، تراجع حاجة وقعت تظبطها، قصرت في حل واجب تظبطه. ونقطة كمان، انت لما تنزل شوامل، انت بقى مثلا انت مع مدرس ولا بيعمل واجبات ولا بيعمل شوامل. لو انت تاريخ مثلا، ولا المدرس شرحه تحفة بس ما بينزلش حل على اليوتيوب وما بيعملش شوامل، لما تيجي تنزل الشامل، انت بتحل مع نفسك كتاب فلاني بس راكمت 3 حصص كده ما حلتش الشامل. قبل ما تنزل شامل اقعد حل ال3 حصص الواجب ان هما كانوا عليك ده، وراجع واعمل.
هو ده كان ميزة الشامل بالنسبة لي، كان بيخلّيني أشوف أنا قصّرت في إيه في المادة دي الشهر اللي فات وأضبّطه، حتى لو أنا الشهر اللي فات ده كلّه ما كنتش باحل على المادة دي ولا واجب، أقعد أحل الواجبات تاني من أول وجديد بالتفاصيل المُمِل من الحصة من أول حصة في الشهر فاتتني أحل الواجب عليه، أراجع، أحل على المراجعة، أعمل كذا، أعمل كذا، كإنه امتحان آخر السنة. دي ميزة الشامل. يبقى إحنا اتكلّمنا عن الشرح، اتكلّمنا عن الواجب وتحل المشكلة دي إزاي، اتكلّمنا عن مراجعات والشوامل، طول ما أنت هتنزل شوامل، طول ما أنت هتراجع. بتعمل يعني أوكي أنت ممكن تمشي على system مراجعة مع نَفْسك، بس أنت ممكن تسقّط تعمل مش عارفة إيه، الشامل هيخلّيك غصبٍ عنّك تراجع، ومع الشامل ترجع تشوف أنت إيه اللي أنت قصّرت فيه الفترة اللي فاتت وتضبّطه في الواجبات. تمام، تمام. ليه بقى أنا باحكي القصة دي كلّها أساسًا؟ هاقول لكم على حاجة، المادة اللي أنا مشيت فيها مضبوط في ال4 الحاجات يعني ال4 النُقط اللي أنا قُلت عليها مشيت فيها مضبوطة لحد من أول السنة لآخرها، في شهر 5 كنت مرتاحة فيها جدًا. إيه هي المادة دي؟ كانت مادة جغرافيا. كنت باخد مع أحمد زهران، كنت ماشية واجب، 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 شوامل، الشوامل بنراجع قبليها، طبعًا الشرح فاهمة، كلّه تمام. جيت في شهر 5 دي ما فيش يعني كنت مرتاحة في الجغرافيا جدًا، 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 كنت في يعني امتحانين 3 كده كنت باجيب 59 من 60، أنا قُلت أنا هاقفّل آخر السنة، يعني ما كانتش امتحانات كمان بسيطة، كان المستر بيقعد يقول لنا ده امتحان شبه امتحان آخر السنة ده مش عارفة إيه، طبعًا امتحان آخر السنة جه أصعب كتير، بس الحمد لله جِبت فيه درجة كويسة برضه. ف عشان كده بس أنا حبيت أتكلّم بدري علشان يعني شهر 5 هيكون خلاص اللي حصل، حصل، فعشان كده أنا جاية باقول من دلوقتي. جاية دلوقتي باتكلّم على من شهر 5 من دلوقتي علشان تصلّح دلوقتي عشان ما يحصلكش بقى كده في شهر 5. المواد اللي مثلًا حوار الواجب كان مع نَفْسي أكتر زي التاريخ. مستر التاريخ كان شرحه تحفة جدًا، كان بيعمل شوامل كويسة، يعني كل شهرين شامل كده فكان حلو وما فيش مشكلة، مش شرط كل شهر، عادي تمام. بس حوار الواجب ده ما كانش مضبوط، فأنا كنت باضبّطه أنا مع نَفْسي، فأنا في فصل التالت ما عملتش الواجب بتاعه، فصل كده وقع مني في النُص، لقيت نَفْسي آخر السنة تعبانة أوي في الفصل ده. يعني من أهداف الفيديو ده إني ما تسلّمش نَفْسك كاملةً لمُدرِّس معيّن، افهم إن في حاجات مهمة جدًا تتعمل، أنت مع المُدرِّس ده في كذا، 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 لو هو مسقّط جزئية أنت روح شوفها في حتّة تانية برّه، من غير ما تسيبه عادي وأنت معاه ما فيش مشكلة. فاوعى تسلّم نَفْسك لمُدرِّس بالكامل كده هو بقى يعني يحصل اللي يحصل، عشان هو ليه سيستمه، ليه نظامه، أنت اللي اخترت تمشي، فتقدر لا إلا تصلّح القصور اللي في السيستم بتاعه، لا إلا تمشي وتشوف حد تاني خالص، لا إلا تكمّل معاه على نفس نظامه، تقدر بقى إيه تاخد قرارك. ليه باعمل الفيديو ده؟ عشان زي ما قُلت لكم لمّا لقيت نفسي في الجغرافيا كنت ماشية على ال4 حاجات مضبوط، كنت مرتاحة جدًا، جدًا في الجغرافيا. التاريخ مثلًا كان حوار الواجب ما كانش مضبوط أوي، الأجزاء بقى عشان أنا كنت مع نفسي، فطبعًا قصّرت في إيه، فصل كذا، فصل كذا، كان الفصل التالت والسابع تقريبًا، فتعبت فيهم في شهر 5، فأدركت إن الواجب مهم جدًا، جدًا، جدًا. إيه الحاجة التالتة بقى، كان في مادة الشوامل، المادة دي أنا طول السنة حضرت لها شاملين بس، تمام، فبرضه شهر 5 كانت تعبانة. طيب في بقى نقطة أخيرة عشان دي أنا بقى وقعت فيها، تمام، في مادة بسيطة جدًا مش صعبة جبت فيها درجة مش حلوة خالص، بصراحة أنا لحد دلوقتي الله أعلم، أنا مش عارفة عشان يعني أنا كنت خارجة من الامتحان مبسوطة، ما أعرفش إيه اللي حصل، أنا ما أعرفش تصحيح بتاع مش عارفة، بس أنا هاقول لكم على حاجة، المادة دي كانت الوحيدة اللي المُدرِّس بتاعها ماشي بsystem مختلف عن بقية المُدرِّسين، وأنا كنت واثقة فيه ثقة عمياء وفضلت مكمّلة معاه. طبعًا أنا ما بالوموش زي ما قُلت، أنا شخص كبير عندي عقل، أنا قررت أكمّل خلاص، بصراحة أنا ما قررتش أكمّل، أنا ما خدتش بالي، عشان والله العظيم أنا باعمل الفيديو ده عشان كده، عشان أي حد مش واخد باله في حاجة مش مضبوطة ومش واخد باله منها يخلّي باله ويضبطها من دلوقتي عشان ما يكتشفش القصور في شهر 5. ده الهدف الأساسي من الفيديو بجد. مستر ده كان ماشي بنظام مختلف عن بقية المدرسين،
كان عامل امتحانين شاملين بس، معرفش أخد جزء وبعد كده رجع الجزء ده، وبعد كده كنا لسه ما خلصناش المنهج، بعد كده مش عارفة حصل ايه. فنقطة بقى، أي مدرس انت بتاخد معاه تحس ان الدنيا غريبة، في حاجة كده مش مظبوطة، المواد ماشية بتسلسل معين وهو ماشي بنظام مختلف خالص، مش عارفة تثق فيه ولا ما تثقش. أنا أساسا ما كنتش مركزة، يعني ما خدتش بالي عشان المادة ما كانتش صعبة، بس جبت فيها درجة وحشة برضو في الآخر على فكرة. ف لو أنا رجع بيا الزمن ما كنتش هثق. ليه؟ عشان هي مش سنة تجارب، هي مش سنة كده. فأنا بصراحة لأ، أنا كنت سِبته ورُحت للسيستم التقليدي اللي فيه ال4 حاجات، الشخص اللي ماشي كده، اللي ماشي زي بقية الناس كلّها، عشان ده الصح. بالك لمّا يكون أنت مع مُدرِّس ماشي عكس التيار، عكس كل الناس، مش بيعمل ال4 حاجات المهمة دول، ملخبط الدنيا، فأُقف كده، فكّر ثانية بالراحة، هتثق فيه وتمشي وراه وشايف إن أنت تمام، والّا تشوف مُدرِّس تاني ماشي زي بقية الناس، علشان ما ترجعش تقول ده مش عارفة إيه اللي حصل، مش عارفة كذا، مش عارفة إيه. وبصراحة مش هيبقى اللوم عليه، ده سيستمه هو حُر، أنت اللي كنت مفروض تاخد بالك وتختار وتركّز، أنت المسؤول في الأول وفي الآخر. إحنا كده اتكلمنا على 3 نُقط، إحنا قُلنا إحنا هنتكلم عن 3 نُقط، اتكلمنا على أول نقطة بتاعة سيستم ثانوية عامة، مضبوط والّا لأ، تُقف وقفة كده، تلقي نظرة على الأمور، على الدنيا فيها إيه، تصلّح اللي بايظ وقُلنا تصلّحه إزاي. تمام، تمام. النقطة التانية قُلنا الأجازة والأونلاين. طيب الأجازة، بُصّوا، مش هاطوّل كتير، لازم هتاخد أجازة، كنت مراكم، ما كنتش مراكم، كذا، 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 الأجازة بتبقى مدة أسبوعين. خُد أول أسبوع أجازة، افصل عن المذاكرة خالص، دلّع نفسك وانزل وشوف مسلسلات، وتاني أسبوع اعمل اللي أنت عايزه. تمام. لو أنت عندك فرصة لو أنت كنت ماشي تمام مش مراكم كتير، الدنيا كويسة وتقدر تاخد الأسبوعين أجازة، ما تستخسرش في نفسك. أهم حاجة يعني بالمختصر المفيد كده، كلامي عن الأجازة إن أنت ما تستخسرش في نفسك حاجة، لو أنت تقدر تاخد الأسبوعين خُدهم، لو مش هتقدر خُد أسبوع. أسبوعين الأجازة دول اوعى تطلع منهم من غير ما ترتاح، واوعى تستخسر في نفسك حاجة. تمام. بس كده، لا تاخد أول أسبوع، لو تقدر تاخد الأسبوعين يبقى حلو جدًا، جدًا، جدًا. مهما كانت إيه اللي بيحصل، إيه الدنيا، إيه اللي جرى، إيه اللي عمل، إيه اللي بتاع، خُد أسبوع أجازة، ما تستخسرش في نفسك، مهمة تشحن طاقتك، الدنيا هترجع كويسة، لسه في وقت، ما تقلقش. بالذات يعني دفعة السنة دي الحمد لله بيبقى في يومين زيادة عندكم في الأسبوع، فالدنيا تتضبط. طيب، أحوّل آخر بقى سؤال وهنقفل الفيديو على كده، أحوّل أونلاين في شهر واحد، أصل مراكم، أصل الدنيا مش عارفة إيه، أحوّل أونلاين بقى عشان أقعد ألِم. بُصّوا يا جماعة، أنا رأيي لأ، بلاش تحوّل أونلاين في النُص كده، يعني أنا مش حاسة إن ده مناسب. آآ أنا شايفة إن المناسب إن أنت تفضل ماشي زي ما أنت وتحوّل أونلاين لمّا نيجي في شهر 4 أو لمّا المراجعات تبدأ. الله أعلم لمّا تحوّل أونلاين هل هتراكم، هتعمل، هتسوّي، فلأ، تبقى مخلّص المنهج وتبقى الدنيا تمام، وساعتها عايز تحوّل أونلاين، تمام، تحوّل أونلاين وما فيش أي مشكلة. طيب أنا عندي مراكمة كتير، أعمل إيه؟ أنا رأيي إن أنت تاخد أسبوع أونلاين، تمام، والأسبوع ده تتشقلب وتحاول تخلّص أكبر كَم ممكن من المتراكم عليك. وفي حاجة تانية، كانت بنت كاتبة لي comment على إن هي مراكمة الفصل الأول فيزيا حَل تقريبًا أو شرح مش فاكرة، فكانت بتقول لي أشوف معسكر والّا أشوف محاضرات من أول وجديد. أنا حاجة شبه كده حصلت معايا في العربي، وكنت مخصصة ساعة كل يوم للعربي لمدة أسبوعين. يعني المحصلة في الآخر، عشان طبعًا كان في أسابيع مش مضبوطة الدنيا مش عارفة إيه، المحصلة في الآخر إن أنا كنت عايزة أخلّصه وخلّصته على شهر. فأي حاجة مضايقاك من رأيي ما تحوّلش أونلاين عشان تلِم، لإلا أسبوع واحد بس تخلّص أكبر قدر ممكن،
تكمل بقية المتراكم تلمه إن أنت كل يوم تخصص له ساعة. تمام، كل يوم لمدة شهر أنا مراكم عليا الإنجليش، مادة الإنجليش كاملة كده مراكمها عليا. تمام، أحول أونلاين لأ، كل يوم ساعة إنجليش، كل يوم ساعة إنجليش، تبقى أول ما تصحى، عشان لو ما عملتهاش أول ما تصحى بقية اليوم هتتلهي في بقية الحاجات، هتنسى هوبا خلاص. فلأ، أول ما تصحى قول أنا مراكم كذا، آخد الشهر اللي جاي كله ألمها كل يوم لمدة ساعة ساعتين. تمام. تمام، فقدامك حلين للم المتراكم من غير ما تبقى أونلاين. أسبوع تبقى أونلاين تلم بسرعة ترجع تاني، ده شيء هيحفزك ويخليك تنجز وتخلص بنسبة 90%، ما تبقاش الدنيا سايبة مفتوحة كده. تاني حاجة تخصص وقت للي مضايقك كل يوم، أول ما تصحى تلاقي نفسك على مدار شهر خلصت متراكم معاك. بس كده، ده كان فيديو سريع، حسيت ان وقته مناسب. حسيت لازم يتقال من دلوقتي حاجات متعلقة بشهر 5 أساسا، مشاكل ممكن كانت تظهر معاك في شهر 5، حبيت أتكلم عنها دلوقتي وأنبه عنها. وأي حد متغفل في أي جزئية كده، كنت متغفلة برضو واكتشفت في شهر 5 زي ما بقول لكم، فعشان كده جاي أقول لكم دلوقتي عشان ما تكتشفوش بقى في شهر 5، نكتشف من دلوقتي. ده كان الهدف الأساسي بصراحة. اتكلمنا عن أجازة وحوار الأونلاين وبس كده. أتمنى الفيديو يكون كان حلو. الفيديو ده هيبقى على القناة دي بقى. تمام، القناة التانية هتبقى للملخصات. ماشي، القناة دي هنتكلم عامة عن أي حاجة ثانوية عامة غير ثانوية عامة، مواضيع بقى مفتوحة، أي حاجة غير الملخصات. تمام، اوكي. لو حد وصل لحد هنا فبجد شكرا جدا. بس كده، باي باي.